السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. آه بنستنى بس الناس تدخل معانا. نبدأ نعمل شير. طيب، كده الصورة واضحة للكل والصوت واضح ولا في أي مشاكل؟ أي حد يديني كونفيرم إن الدنيا تمام؟ واضح واضح الصوت واضح. طيب، يا ريت كله يتأكد إنه إنه قافل المايك، قافل الكاميرا بتاعته، علشان أنا ما بعملش مونتاج للفيديو، بنزل الفيديو على اليوتيوب مباشرة. آه، الرولز اللي احنا ماشيين عليها، لو انت محتاج حاجة او عايز تقول حاجة، يا تعمل موشن معين او تعمل رايز هاند مثلا او تكتب في الشات، ولو كده نتناقش، او بعد ما اخلص الحاجة اللي انا فيها نتناقش. بس كده، مفيش حاجة تانية. طيب، نسأل سؤال بسيط. في حد واجهته اي مشاكل في السيشن اللي فاتت؟ لو في اي حد واجهته مشاكل في السيشن اللي فاتت يعمل رايز هاند او يكتب في الشات عادي، ايهم اقرب لي يعني. مهم. مفيش حد خالص. طيب، نبدأ على طول إن شاء الله بقى في السيشن دي. في بعض النوتس كده اللي أنا محتاج أقولها، آه، لازم الناس تاخد بالها منها. أول نقطة، لازم ما تبعتش فايل أو تاسك أنا اديتها لك من غير ما يبقى معمول ليها فورمات، من غير ما يبقى معمول للفايلز فورماتنج. أنا مش هقبل أي فايل تاسك مش معمول له فورمات. الفورمات في الفايل اهم من التاسك اللي انت بتعملها. ليه؟ لان ببساطه انا لما ادخل على الفايل او اي حد تاني، فرض ان انت داخل انترفيو او داخل اي حاجه وبعت فايل داخل كله في بعضه، الكلام داخل كله في بعضه، اللي بيعمل لك الانترفيو ده صدقني مش هيبص على بقيه الفايل، مش هيبص عليها، لان انت بتتعبه، انت بترهقه علشان يقدر يشوف الحاجه او يطلع الحاجه الصح منها. سهل على اللي قدام منك علشان تبقى الدنيا سهلة عليك. حاضر، هجاوبك بس اخلص شوية النوتس اللي فيه. طيب، دي تاني اول نوتس اللي هي عملية الفورماتنج اللي انتوا ما بتعملوهاش في الفايلز بتاعتكم. طيب، تاني نوتس ودي الاهم. آه، حاول ان انت تخلص التاسك بدري قدر الامكان علشان الحق ان انا اراجعها. يعني تبعتها مثلا بالليل، حتى لو تبعتها الفجر لما اصحى اشوفها، لكن ما تبعتش التاسك في وقت دخول المحاضرة التانية. صعب عليا ان انا اراجعها لك في الوقت ده. تمام. طيب، آه... تالت حاجة ودي برضو مهمة، لما تيجي ترفع على الجيت هاب، يا ريت ما ترفعش على المشروع القديم. يا اما تحذف الفايلز بتاعت المشروع القديم او تحذف اللي كان موجود فيها، يا اما تعمل مشروع جديد. ما الاقيش واحد عامل 4 أو 5 ملفات اندكس بسميهم اندكس واحد، اندكس اتنين، اندكس تلاتة، وستايل واحد، ستايل اتنين، ستايل تلاتة. طب انا هدخل على مين فيهم؟ المفروض انا عايز اشوف اخر تاسك، ادخل على مين فيهم؟ اكيد مش هتذكر اسم الفايل او حتى اسم التاسك اللي انا بديها لك خالص. عايز ادخل الاقي قدامي فايلين، ما الاقيش حتى قدامي فولدرز. يعني اللي بيعمل فولدرز او بيعمل فولدر اسمه اسيتس، وجوه فولدر الاسيتس حاطط جواه مثلا فولدر للسي اس اس وفولدر للايمجز. انا ما طلبتش منك كل ده خالص. هو كل ده عظيم عظيم وكل حاجه، بس انا ما طلبتوش. انت بترهقني عشان اوصل للفايلز بتاعتي. انا محتاج منك فايلين، فايل ال HTML وفايل ال CSS موجود فيهم التاسك بتاعتي، معمول لها فورماتنج متنظمه، اقل القليل على قد التاسك بالظبط. حتى لو انت عندك خبره زياده، يا ريت ما تحطهاش. ما تحطش حاجه ما اتطلبتش منك، حتى لو كان مستواك كويس. كده انا خلصت النوتس. اتفضل يا باشمهندس محمد، اتفضل. بعد إذن حضرتك، يعني إيه فورماتنج للفايل؟ مش فاهم ليه. فورماتنج للفايل اللي هو حضرتك بتيجي تدخل، بص كده عندي، لو انا دخلت مثلا ده المشروع بتاعنا. حلو. خليك تمام. فاتح المايك عادي. ده تمام. المشروع بتاعنا. انا بص بلاقيه مثلا واحد عامله زي كده، واحد عامل كده. أيوه، أيوه.
تمام، وصلت لي. شكرا بالظبط. جدا لك يا باشمهندس. انا بقى يعني كمحمد هبص على ده ازاي؟ تخيل السي اس اس بنفس السكيما دي، فده صعب. لكن لما يبقى معمول له مم. فورماتنج بالت شيفت اف، بص الشكل، انا اقدر ابص الاقي الحاجه متنظمه قدامي، وكذلك في السي اس اس برضه. بس هذا المقصود بعمليه الفورماتنج، ان انت تنظم الفايل بتاعك بس. طيب، حد عنده سؤال تاني؟ اتفضلي يا باشمهندسه اسراء. كنت عايزة أسأل سؤال بسيط. هو اتفضل. حضرتك في ال HTML وال CSS الامتداد بتاعه من فوق بيبقى فيه شكل مختلف. أنا عندي بيبقى شكل تاجات مقفولة، علشان يعني مفتوح. علشان انا عندي او مسطب اكستنشنز بتحط لي ايكونز او شكل مميز كده للحاجه، وانا مش عايز اديلكم شويه الايكونز او شويه الاكستنشنز دي لو احنا ماشيين بالترتيب كده. على سبيل المثال، مثلا يعني آه، 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 فين. طيب، اعتقد ايه هي في حاجه هنا اسمها ماتيريال ثيم ايكون، بس مش عارف هي دي ولا لا. دي زمان هي دي خاصة بالايكونز، بس دي تقريبا خاصة بالايكونز اللي موجودة هنا في السايد بار، زي كده بالظبط. فانتوا سطبوها وشوفوا ممكن تشتغل معاكم. في حد رفع ايده تقريبا؟ لا. سطبوا الاكستنشن دي، هتفيدكم في موضوع الايكونز ده كتير، هي فيها ايكونز كتير، اعتقد هي دي يعني. مش مسطب حاجة تقريبا خاصة بالايكونز غيرها يعني. بس دي مش مشكلة معاكي خالص ولا حاجة، أهم حاجة إن يكون امتداد الفايل قدامك index.html كذا دوت css. تمام؟ هو طيب. تمام، بس أنا بحس إن هو مختلف عندي، فحسيت بس في حاجة يعني. لا، هو بالنسبة للشكل أو الكلام ده أنا مثلا برتاح للثيم. يعني أنا لو دوست مثلا كنترول شيفت بي، دخلت على آسف، كنترول شيفت بي، دخلت على بريفرنس سي. أنا مثلا بحب الدارك ده، الجيت هاب ده بيريح عيني، في واحد تاني ممكن يرتاح على ده، في واحد تاني بلاقيه عامل ده، في ناس عامله حاجات كتير. يعني انا لقيت واحد تقريبا عامل الثيم ده وشغال عليه، يعني ده متعب للعين. فكل واحد على حسب راحته، يعني على حسب الثيم اللي هو شغال عليه. اما موضوع الايكونز والحاجات دي زي ما قلت لك، هو بس ماتيريال يو اي ايكونز دي اعتقد فيها تقريبا كل حاجه يعني، اللي هي دي مليانه تقريبا، مليان ايكونز ومليان حاجات كتير يعني. فمجرد ما تثبتوها تقريبا هتظهر عندكم بشكل كويس. بس مفيش اعتقد اختلاف تاني، ولا في حاجه انت شايفينها مختلفه؟ طيب، ده كلام عظيم. ماشي. ندخل بقى في المهم. دلوقتي احنا اخدنا المره اللي فاتت سيلكتورز في سي اس اس، ورجاء زي ما قلت لك تسمع المحاضره مره واثنين وثلاثه وتطبق عليها مره واثنين وثلاثه وعشرة حتى لو كنت فاهم. علشان ايدك تبقى واخده على الكود وما تنساش بسهوله. لو انت بتعاني من مشكله النسيان، ده معناه انك ما بتطبقش كتير. خدها قاعده، بتنسى كتير يبقى انت ما بتطبقش كتير، بتسمع بس. فطبيعي لما تسمع وتعدي على الحاجه مره واثنين وثلاثه وتشوف غيرها، خلاص ما هتنساها لانك ما بتستعملهاش. طالما ما بتستعملهاش هتنساها. فأرجوك طبق على اللي فات، طبق على اللي جاي، علشان ما تنساش وتفضل دماغك حاضرة معايا قدر الإمكان. طيب، بالنسبة لل CSS selectors، أنا عندي يا باشمهندسة إسراء عندي input بالمنظر ده. حلو. لو عايز أمسك الانبوت ده بالاتريبيوت بتاعه، أعملها إزاي في ملف السي اس اس؟ ممكن إن أنا أديله ID أو كلاس، لا، أنا بس عايز بلاش أمسكه بالاتريبيوت، الاتريبيوت آه، بتاعه الحالي اللي موجود. عادي بنادي عليه اللي هو input، عادي بكتب input حلو. وبعمل اللي هو كل براكتس، حلو.
او لو انا هكتب حاجة جوه هنا بكتب النوع نفسه. اللي هو ده مثلا، طيب. يعني مش ده. اه. بالظبط كده. يبقى تمام. التايب بيساوي كذا او تكست. التايب او الحاجه اللي بكتبها هنا هي مش حاجه اعتباطيه، لا. بص كده، هو كاتب لي ايه؟ انبوت، بيقول لي ان ده هيساوي الاتريبيوت اللي حضرتك مديه للاليمنت هنا. فما ينفعش تكتب حاجه هنا او تكتب حاجه هناك هي مش بنفس الشكل هنا حتى لو اشتغلت معاك. يعني انا دي لاحظتها ان هي اشتغلت معاك عادي، لكن ده مش معناه انها تديك النتيجه المرجوه في كل حاجه. لازم تكتب بالظبط اللي بيبقى مكتوب قدامك هنا. ممكن يبقى بتقابل حاله مثلا سنسيتيف مثلا للحروف الكابيتال والسمول، فسبب لك مشكله. تمام. طيب، تعالوا بقى ندخل على الحاجه الجميله بتاعت النهارده. احنا اخدنا المره اللي فاتت، ايه ده اصلا؟ زعلان دي. اخدنا المره اللي فاتت بعض السلكتورز. في سلكتور اخدناه بالشكل ده وقلنا هو adjacent sibling. زي مثلا وليكن على سبيل المثال قلت له مثلا ده وده، فهاجي اقول له على سبيل المثال نديله كلاس علشان نريح نفسنا. كلاس مثلا تكست وكلاس ايميل، نديلهم كلاسات. نيجي نقول له دوت تكست زائد دوت ايميل، هنديلهم مثلا color red، font size مثلا 30 بكسل. تمام. طيب، باشمهندس محمود ناصر موجود معايا؟ كنت موجود معايا المحاضرة اللي فاتت. باشمهندس معاه. طيب، المفروض دلوقتي بالشكل اللي انا عامله ده إيه اللي يحصل هنا، او ايه الستايل اللي يطبق هنا؟ انبوت تايبس هنا هيبقى القراءة هيبقى ريد والفونت سايز هيبقى 30. لمين؟ دوت تكس دوت ايميل. طب ارجع لحضرتك اندكس كده. حلو. هيبقى اللي هو انبوت تايب تكست والايميل. يعني هيتعمل اللون ده قصدك للاثنين؟ الاثنين. طب تعالى نشوف. لو جينا مثلا شغلنا المشروع بتاعنا بالشكل ده، ده اتطبق اهو، ده اللي هو الايميل. التكست ما اتطبقش عليه حاجه ليه؟ طب ارجع كده اشوف الكود تاني. ده التكست وده خلاص. الايميل وده الستايل بتاعها اهو بالمنظر اللي انت شايفه ده. عشان هنا لا مش هيطبق على الدوت تكست. بالظبط. انا هنا في اه الادجيسنت سيبلينج. في الادجيسنت سيبلينج يعني الشقيق. او فانا الشقيق. بقول له الدوت تكست الشقيق المباشر ليه اللي اسمه ايميل اعمل عليه كذا. اخر واحد هو اللي بيطبق عليه الحاجه. تمام. تمام. طيب، ايه اللي هيحصل لو عملت كده؟ مش هيحصل مش هيطبق على الايميل. ليه؟ هو فعلا ما اتطبقش، بس ليه؟ ايه السبب؟ عشان مش شقيق. الله ينور عليك، مش الشقيق المباشر ليه. قال لك في الحاله دي عندنا حل كويس قوي. لو انت عندك حاجه تانية شقيق برضو، ماشي، شقيق برضو بس مش الشقيق المباشر، لا، تحت نفس الاب. ما هما الاثنين تحت نفس الفرن، صح، جوه نفس الاب. تمام. لكن مش الشقيق المباشر ليه. طب لو عايز اوصل له هروح اغير ترتيبه هنا علشان اروح اطبق عليه الستايل ده. قال لك لا، في حاجه عندك كويسه جدا وجديده برضو، هتفرق معاك جدا في الموضوع ده. آه، فاكرها ايه هي، او انت تعرضت ليها قبل كده، خدتها قبل كده؟ لا مش فاكرها الصراحة. طيب، دي بيسموها، احنا الاولى اخدناها اسمها الادجيسنت سيبلينج، اما دي بيسموها الجنرال سيبلينج. يعني اي جنرال، اي شقيق في العام او يندرج تحت نفس الاب. بنعملها ازاي؟ بدل كلمه بلس بلس دي يعني انا بقول له الشقيق المباشر ليه، لا، هقول له شيفت وباك تك. شيفت وباك تك اللي هي شيفت وحرف الزال. شيفت وحرف الزال، ده كده كاني بقول له اي شقيق ليك تحت نفس الاب. شايف الثلاث نقط اللي ظهروا دول؟ تمام. الثلاث نقط دول بيقولوا لك
ان اي واحد حتى لو في نص اي شقيق ليه تحت نفس الاب هيتلون. لكن لما كنت اعملها بالمنظر ده ما كانش فيه 3 نقط، كان موجود الشقيق المباشر على طول. وصلك؟ واصله يا باشا. فلما عملت بالمنظر ده راح حاطط لي 3 نقط، يعني في مساحه ان هو ممكن يكون اي شقيق عادي، مش لازم يبقى الشقيق المباشر، مفيش فيها مشكله. يبقى كده لما يكون ده موجود في الاخر وده موجود في الاول، ايه اللي المفروض يحصل؟ الاثنين هيتطبق الستايل هيطبق على طب اللي في الاخر برضه، في الايميل. اللي هو في الايميل. طيب تمام. كده تمام، تقدر تعمل ميوت. الجنرال سيدنج وصل لكم ولا في حد مسقطه؟ مم. يا شباب، انا لما احب اتناقش مع حد او لما بجيب حد ما مش بطلعه على المسرح والله خالص، بالعكس احنا بنتناقش كلنا اخوه يعني. احب بس يبقى في واحد بدردش معاه مثلا ولا حاجه عشان نوصل لحل، عشان باقيين يشوف، وممكن هو نفسه يكون مسقط حاجه عادي يعني. ف طيب كده الجنرال سيبلينج المفروض انها وصلت. طب لو ايه اللي هيحصل لو انا طلعت ده بره الفورم؟ طبعا المفروض كلكم تكونوا عارفين الاجابه، مش هيحصل حاجه، لان ده بالنسبه لده ما بقاش شقيق، ده بقى موجود في العام خالص وده موجود جوه اب اسمه الفورم. لكن لو طلعت ده بره الفورم هو كمان، خلاص عادي طبق عليه، مفيش مشكله، لان ده خلاص ما بقاش اب ليهم، ده بقى موجود في البادي بشكل عام وده بقى موجود في البادي بشكل عام. طب تخيل لو جيت مثلا حطيت ده جوه ديف مثلا، مش هيطبق عليه حاجه، لان ده بقى ليه اب وده مش شقيق ليه. واصلكم يا شباب ولا في حد مسقطها؟ ماشي، ده كده كلام فوق العظمه شويتين كمان. طيب كده احنا ان شاء الله بنسبه كبيره كده خلصنا السي اس اس سيلكتورز، وهندخل على حاجه تانية محتاجك تكون مركز فيها حبتين 3 4 وبهدوء خالص. عندنا حاجه في السي اس اس اسمها السي اس اس سبيسيفيستي. يعني ايه؟ النوعيه، او ان انت تدي وزن للعنصر اللي قدامك. يعني ايه وزن العنصر؟ يعني ايه وزن العنصر؟ حته السي اس اس سبيسيفيستي دي ممكن ما تلاقيهاش مشروحه كتير، او ممكن يبقى المصطلح ده ما تعرضتش ليه بشكل مباشر او بشكل تفصيلي شويه، بس هو لازم علشان ما تتوهش. بمعنى انا لو جيت مثلا يعني جيت قلت لك مثلا على سبيل المثال كسؤال مثلا انترفيو، عندنا ايه؟ عندنا مثلا الباراجراف ده، وجيت قلت لك الباراجراف ده مثلا دي كلاس اسمه تيست، فانا هقول ان الباراجراف ده هو موجود عندي، هديله كلر ريد. تعالوا نشوف بس هو اتطبق عليه الاول ولا لا. اتطبق عليه. تعالوا نشيل الفورم دي انا مش محتاجها، واليو ال برضو مش محتاجها، خلينا في الباراجراف بس، ولا حتى الديف محتاج، ولا خلي الديف. طيب انا عندي باراجراف اديته كلر بي، ايه اللي يحصل لو جيت قلت ان الباراجراف ده مره تانية اديته الكلر جرين؟ هناخد حد من الشباب الموجودين معانا، ناخد الباشمهندس محمد فضل. موجود؟ ايوه مع حضرتك يا باشمهندس. طيب قول لي يا بطل، المفروض انهي واحد من دول كستايل هيطبق على البي؟ اللي تحت، اشمعنى؟ عشان هو المكتوب الاخير. وده اكبر غلط. كده انا عرفت ان انت ما تعرفش حاجه اسمها سي اس اس سبيسيفيست. يعني ايه؟ تعال اقول لك. ده معاك. اتطبق اهو صح، لان من ايوه وجهه نظرك ان الكود بيتقري من فوق لتحت، ايوه مش كده؟ ايوه طب هو دلوقتي واخد كلاس اسمه تيست، ايه اللي هيحصل لو بدل البي دي قلت له دوت تيست؟ اسف، لو قلت لده اللي فوق دوت تيست، ده الاخير صح؟ ايوه بس والاثنين الكلاس والبي لنفس العنصر صح؟ ايوه يبقى بس المفروض السبيسيفيك بتاعت الكلاس اعلى من التاني. بالظبط، يبقى اللي هيطبق الاحمر. ملهاش علاقه بالترتيب. الترتيب ده ايوه امتى؟ لما يبقى ليهم نفس الوزن. يعني ايه ايوه نفس الوزن؟ تعال اقول لك حاجه لطيفه. لو انا وقفت على البي ده، بص كده بقول لك ايه، بقول لك سيلكتور سبيسيفيستي 001،
هو واخد وزن واحد. طيب لو وقفت على ده قال لك ده 0 0 1 واخد نفس الوزن. تعال بقى نوضح فكره السبيسيفيسيتي دي شويه. ندخل على برنامج الرسام الجميل اللي انا اساسا ما بفتحوش، وهتقدر تعمل ميوت. تمام. بصوا يا شباب، السي اس سبيسيفيسيتي او ان انت تدي وزن للعنصر بتاعك. ان انا ادي وزن للعنصر بتاعي بيعبروا عنها، هنقول ان انت عندك 3 خانات رئيسيه. يعني ايه 3 خانات رئيسيه؟ 3 مربعات. انا استاذ في اعمال المربعات فمحدش يركز معايا. ادي مربع، هو مجهد شويه. ادي مربع مثلا 2 3. لو انت كنت في علمي او ان انت درست او شفت حاجه قبل كده اسمها ان انت خانه الاحاد وخانه العشرات وخانه المئات، لما يبقى في عندك رقم كده بالمنظر ده تقول ان الرقم ده مثلا في خانه احاد، الرقم ده في خانه العشرات، الرقم ده في خانه المئات. تمام؟ طيب دايما بنبدا بالاقل للاكبر. يبقى اللي موجود في الاحاد ده او في المربع اللي هو ناحيه اليمين الاخير خالص ده اقل حاجه فيهم او اقل وزن فيهم للعنصر. ده اقل وزن فيهم للعنصر، وده اعلى منه شويه. طب ده اعلى حاجه موجوده فيهم. في اعلى من كده، في مربعين اعلى من كده بس سيبك منهم دلوقتي، ركز معايا في ال3 مربعات دول اللي هم الاحاد العشرات والمئات. 3 مربعات، اقل وزن خالص، اعلى منه شويه، اعلى منه شويه. الوزن الطبيعي لاي عنصر بيبقى كده 0 0 0، بيبقى متصفر. انت لسه ما اديتلوش اي وزن خالص، بيبدا ياخد وزن على حسب السلكتور اللي انت بتديهوله. وانا بديله سلكتور ايه؟ كلاس، ولا بديله اي دي، ولا بديله تايب اللي هو تاج نيم مثلا، ولا بديله سودو كلاسز، ولا سودو اليمنتس، ولا اتريبيوتس، ولا بديله ايه بالظبط؟ ايه اللي انا بديهوله ويتم تصنيفه هنا. كل واحد بيبقى ليه تصنيف. التصنيف ده انا متذكر ان انا نزلت له صوره تقريبا. آه م- م- م. تقريبا حذفتها، هبقى ابعتها لكم. صوره بتوضح لك السبيسيفيتي او ايه الاماكن اللي انت تحط فيها السبيسيفيتي. بس طبعا انا هشرحها لك دلوقتي، ركز معايا في الشرح، والصوره هبقى ابعتها لك عادي. فانا عندي ال3 خانات دول زي اللي موجودين هنا بالظبط. لو جيت وقفت على العنصر هتلاقي نفس اللي انا بقوله لك. انت عندك 3 خانات: خانه الاحاد، العشرات، المئات. لو انا جيت قلت لك ان انت عندك ده او العنصر ده موجود في خانه الاحاد، اي جنرال تايبس اللي هو اللي هو التايب سيلكتور زي ما انت شايف كده، اللي هو مثلا بي ديف سبان، ايا كان اللي انت تعمله دايما بيبقى اقل وزن، بيبقى موجود في خانه الاحاد. بيبقى موجود في خانه الاحاد. وكل ما تزود عنصر بيزيد الوزن في الاحاد برضو. ركز ركز ركز. انا دلوقتي عندي بي، لو جيت قلت قبل البي ده كلمه ديف بالمنظر ده المفروض ان هو في الاحاد، وده موجود في الاحاد، بس هما كام واحده؟ 2، فهيروح حاطط لي 2 في الاحاد. يبقى وزنهم بقى 2 لان انا حاطط عنصرين. قصدك ايه؟ ان انا لو حطيت سبان هيبقوا 3؟ هيبقوا 3 بس في الاحاد برضو، مش هتنتقل على الخانه اللي بعدها. لان دايما التاج نيم او التايب عموما بيبقى موجود في خانه الاحاد، او وزنه بيبقى في خانه الاحاد، وكل ما انت تزود هنا هيزيد العدد. طيب لو انا موجود عندي كلاس زي اللي احنا كنا لسه عاملينه من شويه، اللي هو كان ايه؟ كنا عاملينه هنا دوت تيست تقريبا. دوت تيست. بالظبط كده، دوت تيست. تخيل لو انا جيت وقفت على الدوت تيست ده، بص هنا الوزن بتاعه انتقل من خانه الاحاد لخانه العشرات، بقت 1. فده بقى 1 هنا في خانه العشرات. مين اللي اكبر، الاحاد ولا العشرات؟ العشرات. لو جيت وقفت على ده عنده 1 في خانه الاحاد، يبقى ده وزنه اكبر من ده، يبقى ده تاثيره اللي هيظهر حتى لو كان في الاول بالمنظر اللي احنا شفناه ده. لحد اللحظه دي انا مش بقول انك فاهم 100%، بس مجمع حاجه من اللي انا بقوله. لو مجمع حاجه من اللي انا بقوله اديني كونفيرم. مسقط حاجه وقفني، وقفني دلوقتي، لان اللي هكمله بعد كده هو اعتمادا على اللي انا بشرحه. طيب ماشي، طبعا بتسقفوا مفيش مشكله، هطلعكم على المسرح ان شاء الله بقى السيشن اللي جاي او السيشن دي كمان. طيب تعالوا بقى نخش نشوف. يبقى دلوقتي بالراحه كده وبهدوء، انا عندي 3 خانات: خانه الاحاد،
خانه العشرات، خانه المئات، دي اقل وزن، يبقى تاثيرها اقل حاجه بيظهر. يبقى لو عندي حاجه في خانه المئات تاثيرها هتظهر عن اللي موجوده في خانه الاحاد. طب لو موجوده عندي حاجه في خانه الميات يبقى تاثيرها هيظهر عن الاثنين دول. يعني ايه قصدك؟ بمعنى اصح، تخيل كده لو انا جيت مثلا قلت لده ان انت واخد اي دي اسمه تيست 2، والله ما انا عارف 2 دي مكتوبه صح ولا غلط، ورحت جيت قلت له هنا فوق خالص تيست 2، وجيت قلت له كلر بلو فويلت المريب ده. ببساطه خالص انا دلوقتي ما اعرفش تاثير مين فيهم اللي هيظهر. يعني البي والدوت تيست والاي دي الثلاثه لنفس العنصر، الثلاثه لنفس العنصر، والثلاثه ماشيين بنفس الترتيب. المفروض والطبيعي على حسب فهم الكثيرين فيكم ان اخر واحد مكتوب هو اخر واحد بيفرض تاثيره على الاثنين اللي قبله. ده كلام غلط، على حسب وزن العنصر اللي انت فيه. طب انا اعرف الوزن ازاي؟ تعالى بالراحه. انا قلت لك ان خانه الاحاد هي اقل حاجه في التاثير او في الوزن، بعدها خانه العشرات، بعدها خانه المئات، يبقى اعلى واحد فيهم هو اكتر واحد فيهم تاثيره هيظهر. سليم سليم. لو جيت وقفت هنا هلاقي ده واخد وزن في خانه الاحاد واحد، ده ضعيف، اضعف واحد فيهم. لو جيت وقفت على الكلاس هلاقي انه واخد درجه اعلى، ده الراجل ده في الميات. طب لو جيت وقفت على الاي دي هلاقي ان ده واخد في خانه الميات، يبقى المفروض تاثيره ظاهر على الاثنين، او هو اعلى وزن من الاثنين اللي تحت منه. يبقى المفروض ان انا الاقي ده هو اللي تاثيره ظاهر حتى لو كان في الاول، بالمنظر اللي انت شايفه ده. وصلت ترتيب او درجه السي اس اس سبيسيفيستي؟ طيب ماشي، كلام عظيم، ماشي، سقف له سقف، ماشي. بسيطه، كلها محاضره او اتنين ونروح عاملين تيست كده مفاجئ وهنسقف كلنا ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى انا عندي لو جيت قلت السي اس اس سبيسيفيستي، سيبك من دي الاول، عايز ادخل بس على صوره لطيفه كده. تعالوا نبص على سي اس اس سبيسيفيستي. فين كان في واحده كانت واضحه شويه عن كده. تعالى ناخد حاجه مثلا زي دي، ممكن نلاقيها موجوده هنا عادي. بص على الصوره دي كده، الصوره راحت فين؟ خدوها؟ ماشي، تعالى نبص على صوره زي دي كده مثلا. بص كده بقول لك ايه، بقول لك انت عندك خانه اتنين، طبعا هي في خانه رابعه سيبك منها، احنا خليك ركز في الثلاثه اللي موجودين قدامك دول، ركز في الثلاثه الموجودين قدامك. الاليمنتس اللي هي اقل حاجه دي بيبقى اقل خانه بيبقى دي موجود فيها الاليمنتس. طب تاني خانه اللي هي خانه العشرات بيبقى موجود فيها الكلاس والسودو كلاس والسودو اليمنتس والاتريبيوتس وكل الحاجات اللي انت اخدتها دي كلها. طب الخانه اللي بعد كده اللي هي الدرجه اعلى، خانه الميات، دي موجود فيها الاي دي. في عندنا مربعين تانيين، في عندنا مربعين تانيين. اول مربع اللي هو انا دلوقتي خانه الميات، بعد كده خانه الالاف، خانه الالاف. في عندي مربع تاني اللي هو خانه الالاف. تمام؟ طيب خانه الالاف ده اللي هو ليفل عالي، ليفل عالي. امتى بقى بيطبق الليفل عالي؟ لو انا جيت على عنصر البي ده نفسه اللي هو بقى الانلاين ستايل، وجيت كتبت له ستايل، الكلر بتاعك مثلا ازرق، ورحت على الدوكيمنت بقى ازرق. ليه؟ لانه اعلى سبيسيفيستي من كل اللي موجودين. انت حضرتك كاتب لي سبيسيفيستي عالي، وكاتب لي ده لا مؤاخذه واخد في الالاف عادي على عيني وراسي، مفيش اي مشكله، او في المئات عادي على عيني وراسي. طيب بالنسبه لده، ده واخد درجه اعلى، واخد سبيسيفيستي اعلى. دايما الانلاين ستايل بيبقى واخد سبيسيفيستي اعلى، زي ما انت شايف في الصوره اللي هم حاطينها لك هنا. شوف بقول لك الستايل اتريبيوت ده اعلى حاجه، زي او مثال يعني ستايل مثلا كلر كذا، فده دايما وزنه اعلى من كل اللي سبقوه، اعلى من اي دي. طيب في واحد بقى عندنا تاني، في واحد عندنا تاني سبيسيفيستي اعلى من كل دول، ده بقى ليفل الوحش. ليفل الوحش ان انت تيجي على اي عنصر او على اي خاصيه انت عايزها وتقول له شيفت ورقم واحد اللي هي علامه التعجب، وتكتب كلمه important. important دي يعني دي اهم حاجه، يعني دي مهمه بالنسبه لي. يعني من الاخر بقول له بغض النظر
عن اي سبيسيفيستي او عن اي وزن واخد العنصر ده قبل كده، انا عايزك تطبق لي اللون الاخضر، فهيطبق لك اللون الاخضر بغض النظر انت مديله اي ليفل او اي سبيسيفيستي. انا عايز بص، راح شاطب على ده وشاطب على ده وشاطب على ده وراح مطلع لك ده ليه؟ عشان جنبه important. خلاص انتهت، كل اللي فوق مني انا هشطبهم لك، كل اللي واخدين بص كده هو حاططهم هنا حتى بالترتيب. مين اعلى واحد فيهم ظهر تاثيره؟ الاليمنت دوت ستايل اللي هو الانلاين ستايل اللي موجود عندي هنا. طب مين اتشطب؟ مين اللي بعد منه في الاهميه؟ الاي دي. مين اللي بعد منه في الاهميه؟ الدوت تيست اللي هو الكلاس. مين اقل واحد فيهم؟ البي. بس بقى اعلى واحد فيهم ليه؟ علشان ليفل الوحش اللي هي الامبورتنت اللي انا حطيتها دي. فلحد اللحظه دي انت فاهم اللي انا بقوله؟ فهمت انت بتحط الترتيب او الستايل بتاعك على انهي اهميه بالظبط او على انهي درجه؟ ولا اتفضل يا باشمهندس احمد. احنا ممكن نعمل يونيفرسال سيلكتور اللي هي النجمة ونفتح قوس ونحط كلر. اه طبعا ينفع. طيب ممكن نعمل كده لأن لقيت اللون بتاعها ظاهر في كل الصفحة بغض النظر بقى عن الكلاسات والاي دي. طيب لو انا جيت عملت حاجه زي كده وقفت عليها، قال لك السبيسيفيستي بتاعتها كام؟ 0. وجيت اديت كلر مثلا لون، لا بعيد عن الاخضر، مثلا اللون ده، رحت عملت حاجه زي كده ما ظهرتش ليه؟ هو أنا عندي فيه حاجة غلط ولا إيه؟ مش عارف. انا ما اعرفش ايه اللي عندك، انا بقول لك اللي قدامي ان هي بص، تعالى نبص على الدرجات هنا ماشيه بالترتيب. حلو، البراوزر بيظهر لك بالترتيب. مين اعلى واحد فيهم؟ الاليمنت ستايل. طيب مين اقل واحد درجه؟ الاي دي. انا هقف لك على السبيسيفيستي بتاعتهم، يعني انا هقف لك. هو هنا مش ظاهر عشان ده element style، تعالى نقف على ده. كان ظاهر دلوقتي. واحد. اه بالظبط كده. حلو، 1%. حلو، ده درجه اقل اه صح. بالظبط. طيب وقفت على ده، أقل. اقل واحد فيهم ومع ذلك هو الوحيد المتطبق ليه؟ عشان ده important. حلو، مين اقل واحد فيهم؟ ده ومع ذلك برضه اليونيفرسال مشطوب عليه. طيب قصدك ايه؟ قصدك ان انا، طب ايه اللي هيحصل لو انا مثلا شلت كلمه important؟ خد الازرق اللي هو مين؟ اللي هو الاي دي. لا، هو الاليمنت احنا ستايل قلنا الاليمنت ستايل ده اعلى واحد فيهم. طب لو شلنا ده مين المفروض يتطبق؟ الاي دي. على كده نشوف الاي دي هيتطبق فين. الاي دي فيهم اللي هو البلو فويلت، يعني قصدك المفروض ان انا الاقي البلو فويلت؟ لقينا البلو فويلت. تعالى كده نبص، قال لك اه ده الاي دي موجود. طب انا شلت الاي دي مثلا، يبقى مين المفروض يكون متطبق دلوقتي؟ كلاس. اللي هو الريد بالمنظر ده. طب شلت، تعالى اللي هو الريد اهو والباقي مشطوب عليه. طب شلت الريد، مين المفروض اقل درجه؟ البي الاليمنت. اللي هو الجرين. تعالى كده نبص، اه ده هو جاب لي الجرين على طول اقل منه درجه. يبقى لو شلنا دول مين اقل واحد في السبيسيفيستي؟ اليونيفرسال. اللي هو الشوكولاته ده ولا اسمه ايه معرفش ايه المنظر ده. وصلت؟ ايا كان اللي عندك وملخبطك سيبك منه، وهدخل معاك بعد المحاضره اناقش معاك اشوف ايه اللي انت كاتبه، ممكن يبقى في حاجه تمام. تانية مأثره عليه. تمام شكرا تمام، جدا. بس اهم حاجه تكون انت واصلك المفهوم نفسه. تمام. تمام يا شكرا. بطل، تحت امرك. طيب يا شباب، لحد اللحظه دي حد مسقط حاجه؟ انا شايف اللي عمله الباشمهندس احمد بصراحه حاجه لطيفه جدا، اللي هو انا حاسه ثبت لكم المعلومه. في عندنا زي ما قلت لك سيلكتور اللي هو النجمه ده او الاستريك او بيسموه اليونيفرسال. ده اقل واحد خالص، بيبقى دايما ده صفار، ده اقل واحد فيهم، اقل واحد فيهم درجه. تمام، يبقى العمليه هنا مش مرتبطه بالترتيب، ملهاش علاقه بالترتيب، ليها علاقه بمين اعلى من مين. طيب هيجي واحد يسالني يقول لي بفرض ان انا مثلا عندي عنصر زي يو ال اي هافر معرفش دوت تيست، عندي حاجات كتير وانواع كتير مختلفه، يعني اتعامل معاها ازاي او ابص عليها ازاي؟ والله هو الراجل بيحدد لك السبيسيفيستي هنا، بس فرض ان انت عايز تفهمها، يعني فرض ان انت عايز تفهم الحاجه زي ما قلت لك. طيب انت عندك هنا، بالمنظر اللي انت شايفه ده، عندك
دوت تيست ماشي. زي ما قلت لك، تعال نبص على الصوره. انا مش عايز اشيل الصوره دي. طيب احنا قلنا ان اي اليمنتس موجوده عندي في خانه الاحاد. هنبدا نعد الاليمنتس اللي موجوده في خانه الاحاد. لا، نشوف حد من الناس اللي معانا. الباشمهندسه هدير موجوده؟ اتفضلي. طيب الباشمهندس صلاح موجود؟ صلاح ربيع، باشمهندس صلاح ربيع. برضو مش موجود. طيب باشمهندس عبد الرحمن شوقي موجود؟ مع حضرتك يا باشمهندس. انت لما كنتش موجود دلوقتي انا كنت لسه هعمل كشف غياب، يعني مفيش حد حرفيا بيرد. ف طيب تعالى احنا. معلش، المايك بس ما كانش شغال عندي، معلش. ولا فدخلت يهمك. طب مكان تاني. هنستأذنك يا باشمهندس عبد الرحمن، هناخد الباشمهندسة معانا. تمام، مفيش مشكلة. لا حاولي تعملي ميوت يا من اصل التليفون يا انا من داخله من الموبايل ومن اللابتوب ما فيهوش مايك، المايك فيه مشكله فيه، فعشان كده ما كنتش عارفه ارد بسرعه. طيب ولا يهمك، معلش. حاولي تعملي ميوت لأي واحد فيهم علشان الصوت ما يتكررش. ما انا عملت ميوت لللابتوب دلوقتي. طيب اهم حاجة تكوني شايفة قدامك. طيب تمام. تعالي بقى ايه نراجع الصورة دي مع بعض. اقل حاجة موجودة تمام. عندنا هي الاليمنتس، صح؟ تمام. تعالي نعد الحاجات اللي موجودة عندنا. عدي لي كام واحد موجود في الاليمنتس. يو ال والال اي. يعني كده عندنا اتنين. عندنا 2 في خانة كده 0 0 0. يعني كده عندنا 2 في الخانة دي، صح؟ تمام. طيب مين الدرجة الأعلى منهم بالمنظر اللي انت شايفاه؟ الكلاس أو السودو كلاس أو الاتريبيوت أو السودو إيليمنتس أو أي حاجة. عندنا حاجة من الحاجات دي؟ كلاس هو التست. يعني كده معناه إن عندنا واحد. في حاجة تاني تمام. بسودو هوفر. اسمها السودو، البي ما بتنطقش في آه اللاتيني، البي ما بتنطقش. تمام. هي البسودو دي اللي هي البسودو تاني. انا هفضل واقف عندها. سودو سودو. اوكي بالظبط. معلش، مش سامعه صوت حضرتك، معلش. طيب حلو، عندنا كام آه واحده فيهم؟ واحده. دي سودو كلاس ولا سودو إيليمنت؟ دي سودو إليمنت. سودو إيليمنت. هو عشان يعني ال اي. لا، انا ماليش دعوه بالال اي. انا ليا تمام. دعوه بدي وليا دعوه باللي بعدها. هي دي واحده ولا اتنين؟ اتنين. دي اتنين، دي واحده. الاتنين كده. سوري افتكرت حضرتك بتشاور على لا دي الدوت واحده. والهوفر. طيب تمام. الهوفر دي تعتبر حاله على العنصر ولا حاجه بغيرها في صميم العنصر نفسه؟ لا، دي حاجة على العنصر نفسه. يبقى كلاس. يبقى طب لو حاجه في العنصر نفسه؟ لا، يبقى كده ساعتها طيب مش. بغض النظر عن الاثنين، دي او دي، احنا قلنا ان الصوره هنا سواء كلاسز او elements او attribute او ايا كان هيطبقوا او هيبقوا في الخانه اللي هي الثانيه. احنا عندنا قلنا واحد في الخانه الثانيه اللي هو الكلاس، وده تمام، هيبقى اتنين برضو. يبقى المفروض ان الترتيب، هل في حاجه اعلى منهم في مثلا اي دي او اي حاجه؟ لا مفيش يبقى اي دي ولا الترتيب حاجة. بتاعي كام؟ 2 0. لو وقفت 2 2 0 ترتيبنا صحيح. طيب لو انا جيت ورحت مدي حاجه زي كده بدل تيست دي، عملت بالمنظر ده، قولي لي كده الترتيب. انا هرجع كله صفار تاني. اوكي تمام. كده ده اي دي تيست، كده بقت اي دي. لا قولي لي اكتب ايه هنا. طيب اكتب ايه؟ هي هتبقى اول واحدة. ايوه هو ممكن الصورة تاني بس؟ الصورة. حاضر ماشي. اوكي. طيب تمام، حضرتك ارجع بقى تاني. حلو. هيبقى أول واحدة شمال هيبقى فيها واحد. واحد. اوكي. والتانية هتبقى 2 برضو عشان 2 elements. احنا قلنا ركزي الاليمنتس موجوده في الاخر مش في النص. تمام. اوكي تمام. يبقى كده 2 هتبقى في أول واحدة. حلو كده احنا خلصنا من دول. وفي النص هتبقى 1. خلصنا من دول. في النص هتبقى واحد. تعالي نقف عليهم.
1 1 2 1 تمام. 1 2. يبقى لو انا عندي حاجه زي كده مثلا، وعندي حاجه نفس الترتيب بالظبط تحت منها، بس بدل ده هتبقى دوت تيست. تمام. احنا قلنا ان ده ترتيبه هيبقى 2 2 0. بالظبط اللي هو 2 2 0، وده تمام. 1 1 2. مين ترتيبه اعلى من التاني؟ 2 2 0. مين اللي قال كده؟ احنا مم. بنقيس درجة القوة بمين الأول؟ اللي هو آخر واحد. بالظبط. أنا عندي هنا في تمام. ده في واحد، لكن ده أصلا مفيش أصفار. فدول مهما يكون فيهم ستيل ده هيكون أقوى برضو منهم، لأن هو فيه خانة تمام. هنا. تمام. وصلكي؟ يبقى ده أعلى منهم، صح؟ تمام. يعني أجي أقول لك كده مثلا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، الصفر على الشمال آخر حاجة ده ملوش لازمة، صح؟ يعني هنعتبر دي مثلا 22، واللي فوق تمام. دي كام؟ 1 1 122 2. 112. انهي اول؟ تمام. 112. بس خلصت. فده هياخد تمام. تأثيره على ده حتى لو كان ده في النهاية. وصلت؟ تمام. فهمت حضرتك. طيب كده تقدري تعملي ميوت. تمام. شكرا. طب في حاجة بقى مهمة تاني، حاجة لطيفة خالص اسمها CSS Specificity Calculator. ده موقع تقدر حضرتك تهت انت خالص، انت حرفيا تهت خالص، ما انت بقتش عارف الدنيا فيها ايه. هتاخد بس الجزء بتاعك ده اللي انت عامله بالمنظر ده، وتروح على الموقع وتقول له والله يا باشا انا عايزك تعرفني بس هو ده نظامه ايه، او السبيسيفيكس بتاعته نظامها ايه. هيروح حاسبها لك، يقول لك والله انت عندك في الاي دي واحد، عندك في الكلاسز او الكوبيس واحد، عندك ده في الاليمنتس موجوده اتنين. ده لو انت تهت او لسه بتتدرب في الاول. بس انا من رايي تبص عليها برضو من هنا وتحاول تحسبها بنفسك وتشوف مين هيأثر على مين. السي اس اس سبيسيفيستي واصلاكم كويس ولا في حد مسقط حاجه؟ في حد مسقط حاجه يا ريت يعمل رايز هاند. اتفضل يا باشمهندس محمد جمال. لو سمحت بس معلش بالنسبة للسلكتور الأخير ده ما فهمتوش أوي بصراحة. انهي تقصد اللي احنا بنعملهم دول؟ اه طيب انت تقدر تقول لي ايه اللي انت فاهمه من السي اس اس سبيسيفيسيتي؟ اللي هو في يعني ايه سي اس اس سبيسيفيسيتي، او بتلزمني في ايه؟ بحتاجها في ايه؟ هو بالنسبة للسلكتور بعمل بشوف أي عنصر أي إليمنت يعني بيبقى أتقل من التاني هو اللي هيرن عليه يعني أو كده. ماشي حلو. طيب لو انا جيت قلت لك عندي بي بالمنظر ده، وجيت قلت لك عندي دوت تيست، والكلاس ده لنفسه العنصر، مين وزنه اعلى من التاني؟ التست اللي هو بص الديف هنا بص هنا وجاوبني. الكلاس. انا عندي كلاس وعندي element، تمام. مين السبيسيفيسيتي بتاعته اعلى من التاني درجه؟ الكلاس. حلو قوي. يبقى المفروض مين اللي هيطبق فيهم؟ تيست. حلو، حتى لو حطيت التيست في الاول. اه حلو قوي، لان ده درجه اعلى. نرجع بقى، انا معلش انا كنت لازم اتاكد ان انت فاهم اللي في الاول علشان اشوف انا هتعامل معاك ازاي. انت ممكن تكون مسقط الكونسبت نفسه. هنا بقى تمام. اقدر ابني على اللي انت عارفه. تعال نبدا نحسبها مع بعض. انا قلت لك اي حاجه انا دلوقتي عندي عنصر صح، يبقى لما الاقي اي عنصر عندي هزوده في خانه اليمين. ماشي اليمين خالص. طيب لو لقيت عندي اي كلاس هزوده في الخانه اللي بعدها. طب لو لقيت اي دي، يعني قصدك لو لقيت ثلاث اي ديات هيبقى الرقم ده كام؟ 3 يبقى كده 6. لا 3 ركز قصدي. بالظبط. طب لو لقيت 4 كلاس هيبقى الرقم ده كام؟ هيبقى 4 برضه. طب لو لقيت ده 10 عناصر هيبقى ده كام؟ 10. حلو. بالراحه خالص. تعال نبص، سيبك من ده، تعال نبص على ده. انا عندي كام عنصر في السطر اللي انت شايفه ده؟ 3 عناصر. ركز، انا بقول كام عنصر، مش كام كلاس ولا كام اي دي ولا كام سودو. انا بقول كام عنصر صريح قدامك، العناصر او التاجات الصريحه قدامك. تاج مين؟ تاج نيم الصريح اللي قدامك كام واحد؟ اليو ال ايوه ال اي. حلو قوي. يبقى احنا كده عندنا اتنين، الاتنين دول هنزودهم في خانه. احنا قلنا اي اليمنت بنلاقيه بنزوده فين؟ على اليمين. حلو قوي. يبقى المفروض الرقم ده كام؟
ده المفروض كده 2. حلو، عشان ادي واحد وادي اتنين، صح؟ بالظبط. حلو مم. قوي. تعالى بس هنعمل دي كومنت، ركز في دي، خليك معايا. يبقى انا كده لقيت واحد اتنين، صح؟ الخانه اللي مم. بعدها اللي هم مين؟ الكلاس والسودو كلاس والاتريبيوت والاليمنت وكل الليله الجميله دي، عندنا حاجه منهم في السطر ده؟ التست، لا ده مش كلاس، ده اي دي. حلو. مفيش، لا. انا بقول الكلاس والسودو كلاس والسودو اليمنتس والاتريبيوتس، عندك اي حاجه خاصه بيهم هنا في السطر ده؟ ركز. في اليو ال وال اي. عندك الهافر. انا بقول لك سودو كلاس او سودو اليمنت او اتريبيوت، هو مش ده سودو، صح؟ حلو، يبقى عندنا كام واحد منه؟ ده واحد. حلو قوي، يبقى هنزود هنا واحد، صح؟ بالظبط. باقي عندنا مين في السطر ما حسبناهوش؟ الاي دي بس. الاي دي بيتحط فين، في انهي خانه؟ التالتة. عندنا كام واحد، عندنا كام اي دي؟ كده واحد. يبقى واحد واحد اتنين. طب لو عندنا حاجه اسمها كده، تقدر تقول لي الرقم اللي المفروض يظهر هنا كام؟ كده يبقى 2 برضو اي دي. فين اكتب اتنين فين؟ في التالتة. حلو. طيب لو عندنا كده، ده سودو يبقى في النص كده 2. وصلتك؟ انا لو وقفت تمام. هنا هلاقيهم. بص بقى هنا، انت فين المشكله؟ انا دلوقتي ادي واحد، ادي اتنين اتنين اتنين، بص هنا كده، اتنين واحد تلاته، ايه اللي حصل؟ مم. فين المشكله؟ مم. علشان الاقي دي هو احنا نسرعها بس نشيل دي كده. مم. وفي حد رفع ايده او حاجه؟ عشان اخر الصوره. ماشي، هقول لكم عليها دلوقتي. حاضر، بس فكروني بالميتنج بس. في حد رفع ايده، الباشمهندسه روان، اتفضل. لأن الأفتر دي سودو إليمنت فعشان كده زودت في خانة الإليمنت. تعالي نحسبها مع بعض. صفر صفر صفر، ده كام واحد؟ عندي 2 إليمنتس فتبقى دي 2. حلو. تمام. حلو. الهوفر ده سودو كلاس فيبقى اللي بعدها 1. حلو. تيست اي دي 2 اي دي هيبقى 2 اي دي، وكمان في ثانية 1 اي واحدة. دي. اتنين اي دي، ماشي. حلو. الأفتر دي هي سودو كلاس سودو إليمنت قصدي. سودو اليمنت، يعني المفروض احط سودو اليمنت، يعني المفروض احطها فين؟ سوري. سوري. مم. المفروض تبقى في الخانة اللي في النص هو نزودها. ركزوا، هو حاطط التلاتة هنا، هو حاطط التلاتة هنا، مش حاطط التلاتة في النص. يعني لو خدت ده مثلا كده بالمنظر ده، رحت على ده حطيته بالمنظر ده، حسبهم لي ازاي؟ تعالوا بصوا على الالوان. انا اعتبروا ان الدنيا بايظه ما أنا معاكم. قلت كده إن هو عشان سودو إليمنت فهيحطه في الإليمنت. السودو سي اس اس، بالظبط كلامك صح. يبقى هنا كده في مشكله بسيطه، كده في مشكله بسيطه في السي اس اس سبيسيفيسيتي معانا، ان الاليمنتس والسودو اليمنتس مع بعض، والكلاسز والاتريبيوتس والسودو كلاسز مع بعض، والاي ديز مع بعض. عاش، الله ينور. دي مشكله من عندنا في شرحنا او في تطبيقي لمفهوم السي اس اس سبيسيفيسيتي. طالما في عندك سودو اليمنتس هتتحسب من ضمن الاليمنتس. تعال بص على الاخضر، كان في معايا باشمهندس تاني تقريبا فاتح. ايوه معاك يا فندم. 10 الباشمهندس محمد جمال. عندك كام واحده باللون الاخضر؟ كده 3. يبقى هو حسب دي سودو اليمنتس من ضمن الايه؟ من ضمن الاليمنت يعني. يعني المفروض يبقى عندنا هنا 3 اليمنت، وعندنا هنا كام اي دي؟ 2. اللي هو ده تيست والتيست 2.
مم. اللي هم دول. وباقي كده عندنا في واحد تاني او واحد اخير اللي هو الهوفر، اللي هو الكلاسز او الاتريبيوتس او السودو كلاسز. ده كده واحد المنظر اللي انت شايفه حسب هنا. تمام. تمام. اتفضل يا باشمهندس صلاح ربيع. تمام يا باشمهندس. حضرتك قلت يا باشمهندس لو في نقطتين قبل الافتر كده يتحسب من ضمن السودو كلاسز، صح؟ ما انا نقطتين قبل الافتر يتحسب من سودو كلاسز. ما انا قلت لك دي خطأ من عندي انا في شرح السي اس اس سبيسيفيسيتي، ان المفروض ان اللي يكون موجود عندنا الاليمنتس والسودو اليمنتس مع بعض، الكلاسز والاتريبيوتس والسودو كلاسز مع بعض، والاي ديز مع بعض. هندسه انت كنت موجود معايا في ايرا سوفت وانا بدرس فيها، اه صح كده؟ اه شفت انا ذاكرتي قويه بس ما ازاي؟ كملتش يعني. المفروض ذاكرتك ما شاء تدفع الله بقى. كويس. المفروض تدفع بقى. انا افتكرتك ازاي؟ اه ان شاء الله. ماشي. الشاورما يا باشمهندس في ماشي يا رمضان بطل. برضه. ماشي يا بطل. الله يديك العافيه. ماشي يا باشمهندس. طيب يا شباب، الله يكرمك يا باشمهندس. فزي ما قلت لكم المشكله كانت عندنا ببساطه نرجع تاني نبص على الصوره دي هتوضح لك الدنيا اكتر. الاليمنتس والسودو اليمنتس بيبقى وزنهم مع بعض، اللي هم بيبقوا في الاول خالص. بعد كده اعلى منهم درجه الكلاسز والاتريبيوتس والسودو كلاسز، بعد كده الاعلى منهم درجه اللي هي الاي ديز. طيب السي سي اس سبيسيفيستي ان انت تقدر تحسبها بنفسك، لا انت مش محتاج تعمل حاجه زي كده خالص. انا بس بحاول افهمك الكونسيبت نفسه. انت اصلا مجرد ما تعمل كده هو بيحسب لك الوزن نفسه، فانت هتبقى عارف ده الاعلى ولا اللي بعد منه هو اللي اعلى بكل بساطه. تهت خالص وحابب تفهم، عندك مواقع كتير جدا زي ده تقدر تحسب عليها الحاجه. بس علشان في ناس بتبقى معتقده في الاول او لما بتيجي تدخل انترفيو وبيبدا يعمل له اكتر من ستايل ورا بعض، هو بيقول له ان اخر واحد هو اللي بيطبق، وده غلط. لازم تبقى عارف انهي واحد فيهم هيطبق. كده يبقى احنا خلصنا السي اس اس سبيسيفيستي، والصوره دي ان شاء الله هبعتها لكم. بس قبل ما اخلص زي ما قلنا في عندنا مربع كمان زياده على ده. المربع اللي اعلى من الاي دي اللي هو الانلاين ستايل. يعني ايه انلاين ستايل؟ يعني انا اجي اكتب اتريبيوت هنا اسمه ستايل واجي اقول له ان الكلر مثلا ايا كان بلاك مثلا او اي حاجه، فده اوتوماتيك هيبدا ان هو يتطبق لان ده اعلى حاجه. طب اللي اعلى منهم كلهم اللي هو ليفل الوحش، ليفل الوحش اللي هو ايه؟ ان انا اجي مثلا اقول له اي حاجه، مثلا البي ده انا عايز اقول له مثلا الكلر، عايز اقول له مثلا اللون ده. بعد كده اقول له important اللي هو ده ليفل الوحش اللي هو اعلى حاجه هتبقى موجوده وهتلغي اي سبيسيفيستي اقل منها او اعلى منها. ده اللي كان بيسال في الميتنج يعني. طيب يا شباب الكلام ده كده واضح ولا في حد مسقط حاجه؟ الصوره انا هبعتها لكم ان شاء الله، الصوره هبعتها لكم وابعت لكم لينك الموقع ده اللي هو سي اس اس، بس انتوا مش محتاجينه قوي يعني. انتوا برضو تقدر تبص على الاي دي اي، هو بيوفر لك كل الكلام ده بسهوله يعني. طيب لحد اللحظه دي كده احنا خلصنا السي اس اس سبيسيفيستي ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ طيب في نقطه حابب ان انا اقولها، في نقطه حابب ان انا اقولها كتشجيعا ليكم، كتشجيعا ليكم. انا عندي اقتراح مبسط، عندي اقتراح مبسط. حلو. اللي هيقعد مصحصح في المحاضره، مش مصحصح بقى كده، لا ده هو بص كان ضارب فنجان قهوه على السحور ولسه مركز او ضارب معاه لحد دلوقتي زي الباشمهندسه روان كده. تمام. اللي هيقعد مصحصح في المحاضره صح ويشوف انا بقول ايه وما يعتمدش على اللي انا بقوله بشكل فعلي، مظبط التاسكس بتاعته بشكل سليم، مكمل معايا، عمل معايا في النهايه مشروع محترم، ليه جايزه ماديه محترمه بالدولار مش بالمصري. ليه جايزه ماديه محترمه تشجيعا ليه ان هو قدر يكمل في الطريق ده. ليه جايزه ماديه محترمه اللي هيكمل، هيقعد معايا مصحصح في المحاضره، بيعمل التاسكس بتاعته، نفسه طويل، ما بيتقلش في الفطار، ما بيتقلش في السحور. يا سلام على الانبهارات، يا سلام الله، ده الميتنج نور. اللهم صل على النبي. عاش عاش يا رجاله، سقفوا لي.
عاش دلوقتي صح ما شاء الله عليك. خلاص يا باشمهندس محمد فضل خلاص. ماشي. طيب الله ينور يا شباب. ان شاء الله باذن الله انا هعلن عن دي بس مش دلوقتي، لسه بدري عن الكلام ده. الموضوع موضوع تراكمي خد بالك، مش موضوع وليد اللحظه ان انت هتجتهد في محاضره ومحاضرتين وخلاص على كده، لا الموضوع عايزك تكون مستمر وان شاء الله هتتراضى. وهيبقى مع الجائزه دي حاجه لطيفه كمان، هيبقى في ممكن ايه يا محمد، ممكن كتاب محترم في البرمجه. ماشي الميتنج هيفصل مفيش مشكله، وبقى دقيقتين انا خلاص يعتبر شبه خلصت. حتى اللي لسه بادئ امبارح ما عملش تاسكات قبل كده، حتى زي ما قلت لك الموضوع تراكمي، مش معنى انك تسقط في سيشن ولا 2 ولا 3 ولا حتى 10، لسه بدري. انا مكمل معاكم لحتى بعد رمضان ولسه نخش في رياكت ولسه في مشاريع متقدمه والموضوع هيرخم شويه، فمحتاج حد نفسه طويل، انا محتاج حد شايل المراره من الاخر يعني. فاللي هيكمل نفسه طويل للنهايه ربنا هيرضيه ان شاء الله، لانه باذن الله هيلاقي فرصه شغل بشكل سريع، وفي نفس الوقت هيلاقي ليه جايزه ماديه بالدولار ان شاء الله مش هاثر معاه. وهيبقى في جايزه، ممكن جايزه الكتاب دي ما نخليهاش للشخص ده بس، ممكن نعملها على فترات، يعني اننا مثلا ابعت لكم كتاب في البرمجه يكون محترم كده ولا حاجه يفيد، زي هديه كده او تشجيع يعني. كده انا خلصت المحاضره، خلصنا السي اس اس سبيسيفيستي. المحاضره هتفصل، يا ريت لما ارفع الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، انا هحسب دول من ضمن الحاجات اولويه يعني. اشوفكم على خير في المحاضره الجايه، السلام عليكم.